هلا بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد وفلوج رمضاني جديد. طبعا بنات هذا اول فيديو الي انزله برمضان. اسباب عندي هواية، صار لي فترة ما ناشرة، منهم لانه اني كنت مريضة، ومنهم لانه احس رمضان هالسنة كلش صعب علي. فالمهم خلينا فيديو اليوم. بنات اني قبل فترة كنت مريضة، يعني قبل يومين ثلاثة، وبسبب اني مريضة ما صار يومين ما طابخة، وهذا اليوم الثالث. فقلت خلي اسوي كباب اني جامد. كباب جبناه من اكو مطعم او محل افغاني يبيعون يعني اكل، يعني يطبخوه يشووه ويبيعونه بالمحلات. فزوجي جاب من عنده، فقلت شنو نخلي استغل الفرصة واسويه. فقلت خلي اسوي وياه طماطة تقلع، حتى شنو، حتى يبين انه اني متعبة روحي وطابخة فد شي. فاحنا طماطة تقلع نحبها تكون حارة. ومو بس همينة سويت يعني طماطة قلا، سويت زلاطة وتعبت روحي، وسويت تمر وسويت فيمتو، تعرفون هذا هم شغل. بس لا والله جد بنات كنت كلش مريضة، ويعني بنص الليل اضطريت اني اروح للطوارئ للامرجنسي، وشدولي مغذي وادوية وما اعرف شنو. الحمد لله ثاني يوم قعدت يعني زينة، ما بي شي، بس شنو كانت عندي حرقة بالمعدة كلش قوية. وهنا قليت الثوم حتى أسوي قلاية البندورة على قولة الأردنيين. كلش حلو عشان يقولوها قلاية البندورة. فالمهم بنات، احنا بالبيت زوجي كلش يحب قلاية البندورة، خصيصا إذا كانت سبايسي، يعني ناكلها يعني نغمس بالبوتيتا. من أسوي مثلا من أسوي كباب أقلي ويا طماطة كلش طيبة. وأني أحبها تكون حامضة، أحب أخلي عليها ليمون، بس هالفترة جاي أسويها سبايسي حارة، لأنه زوجي هيك يحبها. أكيد ما راح أقعد أسوي يعني شكل إلي وشكل إله، فأحاول أنه أسوي الأكلات اللي هو يحبها، حتى شنو، حتى أخلص. وهذا رمضان بنات عبارة عن جاي أطبخ أكل هندي وأكل أفغاني. بنات كنت مقررة أنه أصور لكم وأسوي لكم فلوقات وما أعرف شنو. صار لنا 12 يوم أو 13 يوم برمضان وأني ما مصورة. هذا أول فيديو أصوره فلوق يعني رمضاني أو روتيني برمضان. قلتلكم لأنه والله جد مشغولة، وتفاعلكم أبد ما يشجع. يعني التفاعل بالقناة كلش نازل. يقولون يعني لما تشتري قناة على اليوتيوب فجأة تنزل بعدين تصعد، نشوف. وهنا بنات فيمتو أهم شي برمضان. هواي جاي أشوف على التيك توك أو الانستغرام ريلز هواي يسوونه يعني بطرق مختلفة. احنا هنا أو أني أحب أسوي بس بمي، أو نخلي عليه ماونتن ديو. أحس يعني لما تخلي على ماونتن ديو يصير سعرات بيه كلش هواية وما لها داعي. وانتم من النوع اللي برمضان تسوون ريجيم لو عادي تاكلون؟ اني يعني هالرمضان كنت مقررة اسوي دايت، بس شنو المشكلة انه حتى لو اسوي دايت ما راح اضعف لانه عندي الغدة. فان شاء الله اشوف بلكي هالفترة جاي اخذ ادوية، وجاي احاول يعني الاكلات اللي تأثر على الغدة ما اكلها. بس ان شاء الله منا شهرين ثلاثة، يقولون انه هي تطول لحد ما ترجع لطبيعتها. فإن شاء الله فترة وتصير زينة وأسوي دايت. وإذا حابين أشارككم يعني الأكل اللي أسويه، الوصفات وما أعرف شنو. بنات هنا الفيمتيو سويته قبل ساعة وخليته بالثلاجة حتى يبرد. وهنا الطماطة استوت، فجاي شنو يعني أجعصها حتى حتى تستوي بعد أكثر، لأنه الطماطة شوي كانت قوية. فبنات انتو كتبولي بالكومنتات شنو رمضان، شلون رمضان وياكم، شنو تسوون بيومكم. ادري يعني فجأة انه صرنا ننام بالنهار ونقعد بالليل. انا عن نفسي اقعد يعني بالوحدة الظهر وانام بالاربعة بالخمسة. يعني بالليل اظل قاعدة انه اخلص شغلي، اغسل الهدوم، انظف المطبخ، اقرأ قرآن، اصلي. وما أعرف يعني هي
الوقت للأمانة جاي يمر كلش بسرعة، وحسبولي بهذا الفيديو كم مرة قلت للأمانة، ما أعرف ليش جاي أقولها هواي. المهم، فهنا الكباب كان جامد، خليت ورق الزبدة وخليته بالصينية وشويته على الفرن، يعني خليته على حرارة 250، وخليته تقريب يمكن 20 دقيقة أو أكثر. يعني بعدين نصيته لأنه زوجي كان بعده بالشغل، وبعد أكو وقت يعني على الآذان، كان أكو تقريب نص ساعة، فخليته على الفرن على نار كلش ناصية حتى شنو، حتى يستوي على كيفه ويحمى. بقى بنات، هنا جاي أسوي وياكم طريقة التمر. هاي طريقة التمر أنا كلش أحبها. أخلي وياها زبدة الفول السوداني، وأخلي وياها لوز. يعني أول شي أخلي زبدة الفول السوداني، بعدين أخلي لوز. بنات، ماما سوته أول يوم رمضان وكلش حبيناه، فأني معتمدة هاي الطريقة هسه. باعوا بنات، أكو ناس يخلون نوتيلا ويا التمر، شلون تاكلونه؟ الطعم ما جاي، يعني أقدر أتخيل الطعم، يعني تمر ويا نوتيلا شلون؟ فهموني شلون. يلا يعني عاد زبدة الفول السوداني بيها مجال. وهمينا نخلي راشي، خلي راشي على صفحة، واللي يريد يغمس وياكل. هاي طريقة لكم أخذتها من ماما. خلي أحكي لكم موقف صار ويا زوجي. أول يوم رمضان تعرفون واحد جوعان وعطشان وكل شي يشوف ياكل وياكل بشراهة. زوجي كان دا ياكل هذا التمر، ومن سويته نفس الطريقة قلت لكم. فبعدين هو كان يوم ثاني يقول لي أمك كلش طيب سوت التمر، سوي نفس هاي الطريقة. أشو سويته؟ هو يومين ياكل بيه. فبعدين شنو فبعدين يقول لي، انصدم الرجال، يقول لي هاي حاطة زبدة الفول السوداني على التمر، شلون ومو طيب وليش؟ قلت له أقول لك تعال، انت صار لك يومين تاكل بيه والماعون على قولتهم تلحسه لحس، يلا تقوم، شو السالفة؟ قلت له معقول ما عرفت طعم حلقك؟ يقول لي لا مو جوعان، وفجأة يعني انه يشرب مي وياكل، فيقول لي كنت جا اكل بشراهة وابد ما انتبهت انه انتي مخلية زبدة الفول السوداني. فهنا اني ايش سويت؟ خليت بس لوز وراشي، الا ما خليت زبدة الفول السوداني. اني وجهالي نحب زبدة الفول السوداني اكثر شي، فسويت كمية يعني الي والهم. وبعدين شنو اخر شي سويت الزوجي؟ بس لوز وراشي شوية خليت عليه. اني بالنسبة الي هاي اطيب طريقة للتمر. اكو هواي طرق اكيد، بس اني حبيت هاي اكثر. وبنات، هاي كنت اكلها، كنت اخلي زبدة الفول السوداني، كنت اخلي لوز. شنو اسوي؟ قهوة كلش مرة، ويا ويلي على الطعم. كنت كل يومية الصبح قبل ما ادرس او قبل ما انظف البيت اسوي لي قلاص قهوة بن العميد. استخدم بن العميد بس ويا هيل، ما اخلي لا شكر ولا اي شي، واسويها ويا شنو؟ ويا حليب. تطلع كلش طيبة. اذا انتم تحبون بن العميد انصحكم تسووها، وتسوون التمر بهاي الطريقة، راح يطلع كلش طيب. فاني احب اشرب القهوة الباردة، او القهوة يعني مثل بن العميد تكون حارة، احب اشربها الصبح. حتى شنو؟ حتى تنطيني طاقة واقدر اكمل شغلي. هسه عفونا من القهوة، صراحة اشتهيتها وما بي حيل اقوم اسوي الساعة هسه بالوحدة بالليل. فقلت شنو خلي اصور لكم فيديو واروح انام كم ساعة حتى نقعد للسحور. فبنات خليني ارجع يعني لفلوق رمضاني بدون قهوة وما اعرف شنو. فزوجي كنت منتظرته، وهنا الساعة كانت بال6:30، والفطور كان 7:30. احنا الساعة تغيرت يمنا، يعني الساعة تقدمت ساعة اللي قدام. كنا نفطر ب6:30، هسه ب7:30. وشنو، وكل يومية الوقت يزيد دقيقة. يعني اليوم فطرنا ب7:34، باكر راح نفطر 35 دقيقة. وهنا زوجي رجع من الشغل، لقيته جايب ماونتن ديو للجهال. قلت يا جهالي معود انطيني خلي احطه على العصير يصير طيب. فصدق والله اخذته، انطيت الجهال كلهم شوية وخليته على العصير لانه يطلع طيب كتغيير يعني. وهنا خليت ثلج بعد اكثر، لانه ثلج ماء، فاحنا نحب يعني نشربه كلش بارد ومجرش. فاني اليوم شنو؟ أنا اليوم سويته متأخر، لانه انا اليوم قاعدة من النوم متأخر، وكنت جاي ادرس جهالي. هسه راح تسألوني عندي جهال بالمدرسة؟ لا ما عندي، بس بنات عندي ابني عمره سنتين و3 اشهر ما يحكي. فوديته الطبيب العائلة، وقال انه عادي يعني اطفال يتأخرون بالحكي، ما دام هو يقول بابا وماما يعني ما عليه شي.
فبعدين قالوا انه راح تجي وحدة كل اسبوعين تجي بالبيت تعلمه، تجي كل اسبوعين وتجي ساعة ساعتين. احس ما بيها فايدة، بس قالوا بعدين اذا ما حكى ما تعلم ايش راح يسوون؟ راح ياخذونه المدرسة. هاي المدرسة 3 ايام بالاسبوع، هم ساعتين 3 مو اكثر. فاني قلت لهم انه عادي ماكو مشكلة. فبنات انتو احكوا تجاربكم، اذا يعني واحد من جهالكم ما يحكيش قد طول ويلا حكى، لانه انا ابني هسه عمره 2 و3 اشهر. ان شاء الله بالايام الجاية يقوم يحكي. واذا حابين اصور لكم من تجي هاي المعلمة للبيت وتعلمه، اكتبوا لي بالكومنتات حتى اسوي لكم فلوج. وبنات هنا الفيديو قرب ينتهي، حابة اقول لكم شكرا على متابعة الفيديو. وبنات لا تنسوني باللايك والاشتراك، واهم شي تفعلون زر الاشتراك حتى شنو؟ حتى يوصلكم كل النوتيفيكيشن انه نزلت فيديو جديد. وبنات راح اخلي لكم حسابي على التيك توك وحسابي انستغرام بالديسكريبشن، لا تنسون تتابعوني لانه هناك انزل حياتي واشياء اليومية. باي.